وللتذكير، فاطمة الفهرية لها أخت اسمها مريم، ومريم أيضا بنت مسجدا اسمه مسجد الأندلس قريب، يعني هو في عدوة الأندلس. تذكروا لما حكينا عن فاس حكينا في عدوة الأندلس وفي عدوة القرويين. في عدوة القرويين موجود عندنا جامعة القرويين وجامع القرويين أيضا، وفي عدوة الأندلس شو في عندنا جامع الأندلس اللي بناه مريم الفهرية أخت فاطمة الفهرية، جزاهن الله خيرا عن جميع أمة الإسلام. هذا المكان يا إخوة يا كرام خرج العديد والعديد من العلماء والفقهاء وللعلم. أي حدا كان بده يحكم فاس أو لآخره كان لأهل علماء أو لعلماء فاس الكلمة الرئيسية، يعني إذا زكوه علماء فاس هيو دحلت أموره ومشى وحكم، إذا ما مشت أموره ما زكوه معناته في مشكلة. فتخيلوا عامة الناس كانوا دائما بيسمعوا للعلماء. إلى اللقاء.